هاد سعر المتر البناء بسوريا هلأ، ورح تنصدموا قديش كلفنا هيك بيت. تعوا معي بجولة ومن خلالها رح خبركن قديش أجار هيك بيت وليش أسعار العقارات بسوريا دائما بتحير كتير ناس. ولا تعرفوا وين موجود هذا البيت اللي عم أحكي هلأ عنه؟ تابعوا الفيديو للأخير ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. هذا البيت مساحته 110 متر، بس لو كان مفروش قديش كان أجاره؟ مثل ما شايفين البيت مفروش، حيكون أجاره بالشهر تقريبا $400، بس إذا حدا حب يشتري فرح يكون سعره فوق $100,000. بس هون في شغلة ممكن كتير تستغربوا منها، إنه بسوريا ما في سعر ثابت للعقارات. ممكن تلاقي بيت نفس المنطقة ونفس المساحة، بس في بيت تاني أغلب منه ب10,000 دولار. شو حيكون السبب؟ السبب إنه دائما بشوفوا قديه عمر البناء وشو مستوى الإكساء تبعه، وحتى كمان إنه وين الاتجاه للبيت، بتفوته شمس أو لا، وبيكون فيه ضوء أو لا. فلهذا السبب بيختلف أسعار البيوت بدمشق أو المناطق التانية، يعني عم نحكي بسوريا بشكل عام. وكمان بالآجارات في شي بيفرق، إذا كان البيت مفروش فبتلاقوا السعر تغير بالكامل. أحيانا نفس الشقة إذا كانت فاضية بتكون أرخص بشكل واضح، أما إذا كانت جاهزة للسكن فالسعر بيطلع مباشرة. علما أنه هلأ بسوريا صار كل شي موجود من مواد وأجهزة إلكترونية صارت متوفرة بسوريا كمان بشكل كتير كبير، لأنه مثل ما بتعرفوا فتح الاستيراد والتصدير وكل شي بسوريا كان عم يختلف شوي شوي، بس مع ذلك ظلت أسعار الإيجارات مرتفعة. والشي اللي بيفاجئ أغلب الناس برا سوريا إنه أصحاب العقارات نفسهم هن اللي بيسعروا البيوت بالدولار، لأنه أسعار مواد البناء والصيانة مرتبطة فيه حتى لو كانت طريقة الدفع مختلفة. فبرأيكم $400 للإيجار وفوق 100,000 لهيك بيت بتشوفوه سعر منطقي أو لا؟ خبروني بالتعليقات. وهلأ بدي أخبركن إنه هذا البيت يلي هلأ شفتوه هو موجود بمنطقة جرمانة، وهاي المناطق هي كتير مطلوبة للسكن بدمشق، لأنه فيها أسواق شعبية ومولات وحتى مشافي وبلدية، وهذا الشي بينعكس مباشرة على الأسعار. فشو حسيتوا؟ غالي ولا قديش ممكن تستأجروا بنفس المواصفات عنكم إذا كنتوا بدولة مختلفة؟ خبروني بالتعليقات وخلينا نقارن الأسعار بين الدول، ولا تنسوا الاشتراك. باي.